ناس قاعد تمهمش لما سمع. أرجوك إذا كان ثم واحد يسمعنا أصوات على الأقل يطلبوا لنا أولادنا يعايدوا معنا ويحبسوا عليهم التتبعات هذه يا سيدي. وإحنا بعدين كان لقينا حاجة لقينا ما كانش نخرج وصل من تونس ما عادش عندنا حد ما دمت نحن في حصار حبس واسع. يخرجوا من تونس فهمتي خرجونا حتى اللي يتكلم يدخلوا الحبس يزيد نهربوا نحن نخرجوا طول وخليوا يعيشوا فيهم. دوا نحن في حصار راهو حصار أمني حتى الشباب اللي ما هماش في الواحد كلهم في تفتيش. يعني باش يبعث لباك ودخان كان يبعث وليد صغير يخاف منكم بالقرايه. احنا تعبين هذه الثوره هذه اللي ماتوا منها الشهداء وماتوا وجرحوا على جرح وناس قاعده تو تعبت. هذا نستنوا فيه في عاد الثوره. يعملوا هم الاجرام ويلوحوها للمساكين اللي ما عندهمش شكون يضرب الطاوله ويتكلم عليه. احنا عايزين هالكلام احنا تعبنا العماير في خايف يجوا اولادنا يلقونا في القبور يلقونا موتى. هذا البارح ما روح 3 متاع الليل طاح له دم محمر بن عبد السلام. انا ولدي جريح ثورة ومازال ما كملش المساجات نتاعو. الواحد تو حبس على الدواء وحبس على شيء ضاربينهم مثلا مضروبين على الجوع غادي ما ياكلوش واحنا نام ما ناكلوش. الدولة كاملة على كف عفريت هذه اللي نستنوا فيه. كادم هم اذا كان يوقف واحد شجاع يقول سيادتكم اولادكم وتحكموا فيهم وتنحاولوا لهم